دموعي ما عم تنشف من الفرح. يا ربي فاز ريال مدريد إلى من ينتظر سقوطنا. ايه تخنتوها، اجوا كل مرة بدنا نطب. معلش اسمحوا لنا هاي المرة نقلكن سهرناكن على الفاضي. عرس شبابنا الشباب، أحلى شباب، مرحب. انتهت منذ قليل أحداث المباراة اللي جمعت بين ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد بفوز الملوك. ولا تكلمني بنتيجة 2-1، يعني مو نتيجة عريضة، بس اقسم بالله نسينا كيف بنربح يا شباب. اليوم الملوك بيضوها وكان الاداء كويس، ونحن اليوم ربحنا. خاوة عن اهله للحكم يلي حاول يشد اللعب لصالح الديبورتيفو الافيس، بس كان عندنا اليوم الصح دائما الكيليان مبابي ديك الصياح يلي ببلش اللعب مع 1-0، واجا عطرة الرودريجو من بعد عملية خرافية ومجهود خرافي من نيلسون مانديلا الغلابي الفينيسيوس جونيور. اليوم الشادي الونسو بلش اللعب 4-3-3 بثلاثي المقدم. اليوم كان منزل رودريجو بالاضافه للكيليان مبابي بشكل اوتوماتيكي، والنيلسون مانديلا على الجهه الشمال، وبنفس الوقت كان عم يلعب جولر مع بيلينغهام. هلا هاي الخلطة بصراحة ما عم تكون نافعة. فيك تلاعب مثلا سيبايوس مع بيلينغهام، فيك تلاعب كامافينجا مع بيلينغهام. أردا جولر يعني بالفترة الماضية نازل كتير مستواه، اوكي كان عامل مجهود كويس بمطرح من المطارح ببداية الموسم، بس بنفس الوقت هذا الزلمة مع بيلينغهام ما بيركب. عم الشادي الونسو ما بدنا نضل نعطيك الخطة الأساسية. كامافينجا كل ما كان موجود حتى لو مصاب بتنزله مشان ما تخسر لاعب كمان بالنص. ولكن اليوم ريال مدريد بلش المباراة نوعا ما متزن من بعد ضربتين على الراس، ضربة بالليغا ثقيلة من السيلتا فيجو، والضربة الثانية اجت من آل ابو قريع بيب جوارديولا قدام المان سيتي بدوري الابطال. الفريق نوعا ما واقف على الطابة صح، وبنفس الوقت اليوم قدر يتعامل مع مجريات اللعب يلي ببعض المطارح حاولت تروح عن طريق غرفة الفار. ان شاء الله بقبركن 1-1 لانه جايين لعندكن لقدام. ريال مدريد ببلش بانه هو يخطر على الجول وبيعمل وحدة كيليان مبابي على الناعم، بتمرق ناعمة، بتجي الثاني وخالصة، بس انقطع باص تبع جود بيلينغهام وصل لاجر كيليان مبابي بهذا المطرح قدامه لاعب او اثنين، اعتبرها جول. لا بقى تكمله، مانك معقول والله العظيم يا شباب. بتخيل اي فريق باوروبا حاليا بيتمنى انه يكون عنده هيك لاعب بهيك قيمة، بهيك حضور وهيك انهاء. ما شيء ما معقول. هاي حالة كيف الاجرين ما بتتلامح، كيف بيضرب الطابة بتحسها كأنه يعني نقف انه انا بس تطلع من رجلي 100% جول، لانه كل مرة بيحطها بمطرح قاتل اكثر من المرة اللي قبلها. الحقيقة استلام ونيم الأول ونيم الثاني وعطاها وحدة للحارس، شيء ما معقول. نحن محظوظين بكيليان مبابي، جماهير ريال مدريد محظوظة بهذا الإنسان، مثل ما جماهير المخطط محظوظة بالشادي ألونسو. من بعد الجول الأول فيك تقول الفريق إنه صار يحرك الطابة بشكل أسلس وعم يلعب أكثر مرتاح، لأنه 1-0 بتخلي الفريق نفسيا مرتاح وحاسس حاله إنه هو ماشي وسايق اللعبة. طبعا اليوم جود بيلينغهام قدم مجهود خرافي على عكس المباراة اللي كانت قدام المان سيتي. فاليوم جود كان حاضر بصناعة بالهدف الأول. هذا ما بيلغي انه هو اليوم مقدم مجهود كتير كبير، راقد كتير بالملعب، متحرك كتير صح، وكان عم يحاول يعمل صلة الوصل بين الدفاع وبين الهجوم، على عكس التركي المزهرية يلي كان اليوم بيقدر تشادي ألونسو يطلعه من تقريبا بداية الشوط الثاني. يعني ما في داعي تكمل بهاي اللعيبة إذا حاسس المردود تبعها على قده. طبعا اليوم ما شفنا ولا واحد من الجهة الشمال. نحن عنا ثلاثة، عنا كاريراس، عنا الجارسيا القلعة، وعنا ميندي اللي يعني هداكي شغلي فوق الخيال بتعرفوا انتو. قام اليوم نزلنا لاعب جديد اسمه فالدي بينيوس. الحقيقة يعني مشيت المباراة، لأنه اليوم غريبة إنه عم نقرأ هيك التشكيلة إنه تمام، إنه مين هذا جديد، هذا شو هذا الاختراع. فاليوم هذا اللاعب كان متواجد بالمباراة، بس المباراة مشيت بشكل طبيعي مثل ما بيقولوا، ورحنا على الشوط الثاني. بالشوط الثاني بقى ديبورتيفو ألافيز بيفوت يا قاتل يا مقتول، إنه أنا خسران 1-0، إيش بدها تصير 2-0؟ لا خليني أجرب أسعى لحتى أجيب جول التعادل، وجابوا جول التعادل عن طريق مين؟ عن طريق زين الدين زيدان. شو هذا الكارلوس فيزنتي عمي؟ انت شلون هيك استلمت وشلون هيك نهيت؟ جديدة هي.
انه ما تاخذها استلام سادة على كيفك، لا، لحقوا بانهاء شيء صواب على الاخر. يعني جمدوا لكورتوا بالاستلام وبالانهاء. الحكم اول لحظة لغى الهدف انه تسلل، بعد شوي الفار قالوا له عمي في عنا نحن حكي تاني، رجع على الفار انحسبت. طبعا مو الحكم رجع على الفار، غرفة الفار اكدت له انه الزلمة اون سايد. انا ما عاد عم بفهم شباب، عن جد اذا فيكم تشرحوا لي وتقولوا لي بالتعليقات شو اللي عم يصير بهاي الحالات، كيف عم ينرسم الخط. يعني نحن وقت عم نشوفها لايف للحظة، هذا كارلوس فيزنتي متقدم على روديجر، متقدم يعني ميلة جسمه هي قاطعة روديجر، بس يرجعوا له بالفار بتحسه هو راجع ورا روديجر شي مترين. يعني بيقولوا لك الزاوية، طيب في خطوط الملعب، يعني الخطوط تبع العشب غامق وفاتح. فالفكرة يعني أنا ما عرفت ليش انحسب الجول، بس بنفس الوقت ديبورتيفو ألافيس بيحقق التعادل وابتولى على المباراة. بنجي بقى لعند صاحب الأسيست الخيالي بالجول الثاني، نيلسون مانديلا فينيسيوس جونيور. اليوم كان مقدم مباراة تعتبر جيدة بدنيا، بس بنفس الوقت هذا الزلمة لحد هاللحظة ضايع. بتجي له لقطة، هاي اللقطات اللي بنعرفها هاي هربانة من القديمة، من النسخة القديمة يلي كنت عم تزاحم فيها رودري. طبعا هو كان بوقتها بيزاحم صباطك، هذا نحن متفقين عليه. هلا انت ما معك تمشي لانه انت بحد ذاتك صباط عمي فينيسيوس. فاليوم فينيسيوس بياخدها براسه، بيعطيه باص ل رودريجو بينهي جول صحيح 100%. هلا بنيجي لعند اللقطة اللي صارت في حالي إشكالية عم تصير دائما بهيك ألعاب. هاي اللقطة اللي عمل فيها اعتراض لاعب ديبورتيفو ألافيس على فينيسيوس بقلب المنطقة، اللاعب ما لمس الطابة، اللاعب لمس رجل فينيسيوس. اوكي الزلمة يمكن تقولوا بالغ بالنط، بس هو انضرب وحقه ينط، حقه ينط بعد ما اكل الضربة. هو ما موه على الضربة، هو فعلا تم اعتراضه من قبل لاعب ألافيس. هلا هون بيرجعوا غرفة الفار انه هذا كتير زاد، يعني نط وكذا وقلب، انه لا هي تمثيلية. طب ليه؟ ليه؟ الحكم طلب انه يراجعوها بالفار. طيب انت ارجع شوفها على الشاشة، في شاشة بالملعب عمي، هونيك باسبانيا بلتقى عندهم احيانا. الحكم ما رجع لها وبأرضى. يعني الحقيقة انه نفى انه يكون في ضربة جزاء، والحقيقة هون كان يعني فينيسيوس معه حق بانه يعترض. هاي اول مرة بحق لك انت تبعبع وتعيط عمي نيلسون، فرواق. هون بهاي اللحظة لو كانت جاي ضربة الجزاء طبعا ممكن تفوت وممكن ما تفوت، بس انت وقت تدخل الطابة 3-1 ما بتضل حاطط ايدك على قلبك لاخر اللعبة. بالنهاية بدي اقول على راسي عمي دين هويزن، كنا نسيانين شكلك وانت كتير حلو عمي مستنتون، وكحلنا عيونك بلون شعرك الجديد الاسود. بدنا نشوف النزلة الثالثة بقى كيف بدها تكون، اشقر اسود الله يجيرنا لقدام. الف مبروك لجماهير ريال مدريد ايفري وير على سطح الكوكب، هذا الانتصار بيرجعوا بينزلوا الفارق ل4 نقاط مع المتصدر لا تكلموا على اف سي برشلونة. شباب لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس لتوصلكم الاخبار بوقتها من عمكم الفوتبولجي. الى ان يحين موعد اللقاءات القادمة والفيديوهات القادمة، تضلوا بألف خير.